تبين الصراحة؟ والله ما ولا طفل يحب الدراسة، ولكن صدقيني لو اتبعتي هالتكنيكات اللي الحين بعطيها لك والله توصل اللي تبينه. أنا دلال معلمة رياض أطفال، عندي لك 5 طرق اسمعيها. أول شيء أنصحك فيه اللعب الحركي. لا تعلمي الطفل في طريقة التلقين تحط القلم والورقة وتقول له اكتب، لا، أعطيه نشاط تفاعلي حركي. قوم ابحث لي عن حرف الباء في الغرفة وهو بيبحث لك عنه. متى ما تحرك جسم الطفل عقله بيستوعب. ثاني شيء تمثيل، سووا وياه تمثيلية صغيرة لأنه وايد مهم في حياة الطفل ويثبت عنده. فمثلا أول ما يوصل طفلك خليه هو المعلم وأنت الطالبة، في هذا الوقت راح تشوفي ولدك درس وتعلم من دون ما يحس بطريقة ممتعة. وثالث نقطة عندنا الرسم والتلوين. ما تتخيلين إيش كثر مهم الرسم والتلوين في حياة الطفل. ليش؟ في طفل ما عنده لغة فما يقدر يعبر لك عن مشاعره، أروح يعبر لك عن طريق الرسم والتلوين. رابع شيء الأناشيد والأغاني، وايد نستخدمها عند طفل الروضة، وايد يخلي الطفل يحفظ معلومات وهو مو حاس بس مستمتع بطريقة الأغاني. وأكيد أنت الحين تذكرتي شيء كنت متعلمته من زمان، وهذه هي أهمية الأناشيد. وآخر نقطة اللي هي الخامسة التعلم من مواقف الحياة. يعني نضع الطفل في موقف، مثلا بديتك أنا رحت السوبر ماركت، حط الطفل في موقف، أعطيه 10 دراهم وخليه يشتري شو يحتاج. خبر الطفل، خليه يشوف الأسعار، يلاحظ هو 1 زائد 2 3، سوينا عملية حسابية. الطفل قاعد يتعلم من موقف حياة بس هو مش حاس. قولي لي في ديتك أي وحدة تحسيها ناسبة طفلك أكثر؟